من فترة طويلة كنا لسه شباب صغير، كنا متعودين ان احنا كل وقفة عيد بنتجمع عند جد واحد صاحبنا. كان راجل عسلية كده في الستينات كده، بس راجل تسمع منه احلى حواديت وقصص، يعني تقعد معاه يقعد يحكي ما تزهقش منه. الله يرحمه، هو متوفي دلوقتي، بس كنا متعودين على كده. الكلام ده يعني من حبة حلوين. ففي يوم كنا متجمعين عند يوسف صاحبنا في البيت عنده. هو كان بيت دورين، قدامه حتة واسعة، اخر الحتة الواسعة دي بيقفلها سور المقابر. فكنا متعودين بنقعد نسهر هناك، نولع نار، نشرب شاي، نلعب على احكام لحد ما الفجر يطلع والصبح يطلع. كان واحده واحده بنقعد نحكم على بعضين احكام هبله وبتاع، قوم ارقص مثلا، وقف عربيه واجري، الاحكام اللي هي اللذيذه دي. بس واحده واحده كانت الاحكام بتسخن، واحده واحده كنا بنتجرأ اكتر، لحد ما جينا في مره كنت قاعد انا واربعه كمان من صحابي، على راسهم يوسف مؤمن. فجيت دور علينا ان احنا نلعب. كنا بنلعب الشاي، وجيت دور على اخوك يسحب ولبس الشاي. كنا بنحط شايبين في اللعبة عشان يعني ايه، احنا كنا عدد وكده، فعشان ما تبقاش مملة او واحد بس يتحكم عليه. ففي المرة دي وقع الحكم عليا انا وعبد الرحمن ان احنا هيتحكم علينا. كانت الاحكام كلها في اللذيذ يعني، لحد ما جت دور يوسف مؤمن انه يحكم علينا. حكم حكم غريب قوي. قال بما انها طالبه معاكوا رعب بقى وانتوا ما بتخافوش، وبما انك عم فرعون قلبك جايبك بقى وتجاربك كتير، ايه رايك في الحكم ده؟ انت هتدخلوا انتوا الاتنين تقعدوا في المقابر لحد ما الشمس تطلع، وما تطلعوش الا مع شروق الشمس، واحنا هنبقى واقفين لكم بره. عبد الرحمن طبعا كان خايف ومرعوب ورفض، بس انا ايه، خدتها بتحدي. والجلاله خدتني ووافقت. اللي كان مقوي قلبي ومخليني موافق يعني ان خلاص كان الوقت متأخر، يعني كانت الساعة 3 ولا 4، يعني خلاص كلها ساعة ولا ساعتين والشمس هتطلع يعني. بس عبد الرحمن بقى على عكسي، كان مرعوب رعب لدرجة ان الواد حرفيا كان بيبتعش، بس كان ماسك نفسه حبتين يعني. وصلونا لحد البوابة الرئيسية، وطبعا كانت مقفولة، وعم رجب الغفير لو كان شافنا كان سوحنا. فاحنا نطينا من فوق السور بالراحة غير من غير ما حد ياخد باله. دخلنا قعدنا نتمشى جوه، وشويه تجيب شويه، وقعدنا نتمشى حبه حلوين لحد ما لقينا شجره قعدنا تحتها. قعدنا بقى نهزر ونضحك، وانا كل شويه اخد مؤمن ومؤمن يخضني، والدنيا كانت في اللذيذ يعني. وهو كان في ونس يعني، على الاقل ما ايه، ما دخلتش لوحدي. واحده واحده الدنيا كانت في اللذيذ، مفيش حاجه غريبه بتحصل، مفيش عفريت عدى، مفيش تربه اتفتحت ولا الجو ده. بس واحنا قاعدين لقيت مؤمن مره واحده بيبص لي وبيقول لي يا اسطى بسرعه، انت خدت بالك من اللي حصل ده؟ فانا فكرته بيروش، فبقول له خد بالك انا ما بخافش على فكره. فقال بيقول لي ما بتخافش ايه، انا ما بهزرش بجد. فانا شفت واحد عدى دلوقتي بسرعه من هنا. فبقول له عفريت يعني؟ قال لي لا ده بني ادم، ومش عم رجب الغفير، انا عارف عم رجب. قعد يزن شويه وبتاع ويقول لي ده كان راجل لابس جلابيه وشايل كده سمره في ايده، وكان ماشي عمال يتلفت حواليه، وده مش عم رجب التربي خالص. قلت له يا عم هتلاقيه زاير. لقيته بيقول لي زاير مين؟ ده احنا ناطين من فوق السور يا عم فرعون. الراجل ده ورا حاجه، ان كان راجل اصلا وان كان بني ادم اصلا. قلت له يا عم مش قوي كده، تعالى تعالى تعال نبص بس. وانا قايم اصلا وفاكره كل ده بيخوفني، وكنت عايز اروح هناك واعمل فيه مقلب وانا اللي اخوفه كده. قعدنا نتمشى شويه مكان ما كان هو بيقول ان هو شاف الراجل. قعدنا نتمشى حبه حلوين وبتاع، ووقفنا بس ما كانش في حد. قعدت اقول له يا ابني فين الراجل؟ يقول لي انا شفته هنا. لسه هخوفه، اقول له اه عدى هناك اهو بقى، والجو ده وعمل على لقطه. سمعت صوت كلام، سمعت صوت حد بيهمس. الاول فكرتها قطه او كلب، بس لما ركزت انا سمعت صوت كلام. لسه بيقول لي والله. انا قلت له بص ما تتكلمش. اتسحبت خفيف كده مكان ما انا سامع الصوت. بعد ما اتسحبت حبه حلوين وقربت خلاص من الصوت، انا شفت يعني حرفيا المنظر كان كالاتي: راجل لابس جلابيه سمراء مرفوعه لحد ركبته، ومغطي وشه بقماشه سودا، وقدامه خشبه مربعه عليها رسمه اشبه بطلسم، وقدامه كتاب فتحه على صفحه معينه وقاعد بيقرا فيه، وجنبه صندوق خشب وشنطه، وقاعد بيكتب حاجات في ورق ابيض كده، وقاعد مال ينقل من هنا لهنا. ولسه بقدم شويه على الراجل لقيت عبد الرحمن قام ماسكني من كتفي وبيقول لي انت عبيط يلا نجري. قلت له احنا لازم نمسكه ونبلغ عنه، اللي بيعمله ده في اذى لحد. قال لي ولو احنا اللي قدمنا الاذى ده هيبقى فينا احنا. قلت له يا عم ما تخليش قلبك كده، الراجل ده لازم يتسلم. وزقيت عبد الرحمن، ولسه بقدم الراجل تقريبا خد باله وطلع يجري. لسه بيمسك الشنطه قمت جاري عليه، يدخل يمين ادخل يمين، يدخل شمال ادخل شمال وراه، لحد ما الراجل فص ملح ودب واختفى. المكان كان حرفيا زي المتاهه. قعدت انادي واقول يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن. عبد الرحمن سمعني، يمين في شمال ماشي ورا صوت عبد الرحمن لحد ما وصلت هناك. بقول له ايه الراجل جه؟ قال لي لا انت مش جريت وراه؟ انا فكرته هيرجع ياخد حاجته ولا حاجه. عبد الرحمن بيقول لي طب هتعمل ايه؟ استفدت ايه يعني اللي انت عملته؟ جريت والراجل شافك وعرفك، ويا ترى بقى هيأذيك ولا الله اعلم كان بيعمل ايه؟ قلت له يا عم قوي قلبك بس شويه، كأن كده شيطانك كان ضعيف، ما تقلقش يعني.
وانا قمت بصراحه اتفحص الحاجه بتاعته او اتفرج عليها واشوف هو كان بيعمل ايه. بصراحه كان عندي فضول غريب. لقيت كتاب مقطع كده يعني ومبهدل شويه، وخشبه مربعه زي ما حكيت لك على شكلها، وكيسه فيها شمع اسود وكام حته فحم، وصندوق خشب صغير كده ايه مكسر حبتين. حطيت كل حاجه في الشنطه، وكان الشمس بدأ يزهزه شويه، وخدت شنطه معايا. انا معرفش انا خدت شنطه ليه، معرفش انا عملت كده ليه، بس هو يعني الفضول كان قاتلني بصراحه. خدت الشنطه ومشينا، طلعنا لحد البوابه وشبكنا لبعض ونطينا. وكان صحابنا هناك. كنا متفقين ان احنا بعد ما نخلص الاحكام والشمس تطلع وكده هنروح نفطر في حته مع بعضينا بقى ونقضي اليوم كله. بس انا حرفيا كان الفضول واكلني ان انا اعرف ايه اللي في الكتاب، مش قادر استنى. استأذنت وقلت لهم ان انا همشي، وخدت بعضي وخلعونا على البيت. وبصراحة أنا كنت مستعجل عايز أروح، لأن عم رجب التربي حرفيا لو كان لمحني يا إما كان قتلني، يا إما كان حبسني، يا إما كان فشخني، كان هيعمل أي حاجة. المهم ما كنتش هبقى تمام، يعني أنا ما كنتش هبقى مبسوط ساعتها. فخدت بعضي وروحت على بيتنا. كان الكل نايم ساعتها. فتحت الباب ودخلت اوضتي، قعدت على المكتب وحطيت الحاجة بتاعة الراجل وقعدت أفتح فيها وأفتش فيها. الحاجة كانت بالظبط كتاب ملوش جلدة، متقطع شوية كده، مبهدل، معاه 7 ورقات كده ملفوفين، كل ورقة ملفوفة ومربوطة بأستك، وورقة تانية ملفوفة ومربوطة بأستك تاني، وريشة وشمع اسود وحتت فحم. ولسه ببص في الشنطة عشان اطلع الصندوق اللي انا فاكر ومتأكد ان انا حطيته، بس ما لقيتش الصندوق. قعدت ادعبس في الشنطة اقلبها، الصندوق مش موجود. قلت اكيد وقع مني هناك وما حطيتش في بالي قوي يعني. الكتاب كان غريب. لما تفتح الكتاب هتلاقي الكتاب متقسم لكذا جزء، كل جزء بيتكلم عن حاجة. بداية الكتاب كانت بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الملكة الكتاب والكرسي والتاج وباسم زحل، وبدأ يقسم بكواكب ويقسم بأسماء شياطين. في البداية تحسه كتاب دين، بس لما تنزل تحت وتقرأ بقية الأقسام وهو بيقسم بالكواكب والنجوم وأسماء شياطين وحاجات غريبة شوية، أعرف إن ده كتاب إلحاد رسمي. أنا كنت فاكره في الأول كتاب سحر، وإن الراجل ده كان بيعمل سحر أو عمل، أو على قد سطحية فكري وقتها كنت فاكر إن هو بيعمل عمل أو كده. بس لما قعدت اقلب في الكتاب انا حرفيا ما نمتش. اللي فهمته ان الكتاب ده كتاب تعليم حرفيا، يعني مش بيعلمك، مش بيعمل سحر. الكتاب بيعلمك ازاي تبقى انت ساحر حرفيا، ازاي تكون طلسم، ازاي تحضر ملوك الجن، ازاي يعني بيجاوبك على اسئله كتيره وضامن حاجات غريبه. الكتاب كان ضامن 10 فصول تقريبا: الرحمتيات، شموس النهايات، خواص آية الكرسي، الحروف المعجمة، الكسر والبسط، ومنازل القمر الفانية، أسماء ملوك الجان والوزراء والأمراء، الأرقام النورانية، وأسرار البسملة. ما تفهمش هو كان الحاجات دي بتأدي لإيه الأول، بس لما بدأت إن أنا أتعمق أو أقرأ في الكتاب عرفت إن هو بيعلمك إزاي من الصفر تكون طلسم خاص بيك يخليك تحضر ملك، وازاي لو ما تحضره تربطه، وازاي كان بيجاوب عن اسئله كتيره. هو مش كتاب سحر، يعني مش انك تقراه تتاذي والكلام ده. هو انت تقراه هيبقى عندك العلم الكافي بممالك الجن او القبائل القديمه، وهيبقى عندك علم بالحروف والارقام وازاي تحضر طلسم. يعني ما بتاخدش بالك لما يقول لك مثلا النهارده هيبقى زحل باين لو بصيت من السماء هتشوف زحل هيبقى اقرب للارض. في الوقت ده هو بيعلمك ان كل ملك من ملوك الجن مربوط بحرف، وكل حرف من الحروف دي مربوط بمادة، كل مادة مربوطة بكوكب، وكل كوكب مربوط بفلك، وهكذا. يعني مثلا اسم شيطان معين مربوط بحرف الألف، وحرف الألف مربوط بكوكب زحل مثلا. فيقول لك لو انت مثلا في اليوم الفلاني تحضر الملك الفلاني، لان في اليوم ده هيكون اقرب كوكب للارض هو كذا، كده يعني. فاهم انت مدرك الموضوع؟ فهو كتاب خطر، كتاب اخطر من انه يكون كتاب سحر. اما ال7 ورقات اللي كانوا مع الكتاب كانوا يعني اغرب بكتير. كان كل ورقة منهم زي مفتاح لكل فصل، يعني كل فصل بيتكلم عن طريقة او كوكب او الكلام ده. كان كل ورقة من دول بتتكلم عن شيطان بتاع الكوكب ده. فاحنا لو فرضنا ان الكواكب مثلا على قد علمنا 8 أو 7 او الكلام ده، فهم المفروض يبقى في 7 فصول او 8 فصول، وانا اللي كان معايا كان 7 فصول. الكتاب ما اكتفاش بالكواكب اللي احنا عارفينها والكلام ده، كان فيك اسماء كواكب غريبه انا اول مره اسمع عنها. يعني كان في الكواكب المتعارف عليها اللي هي عطارد والزهره وزحل والمريخ والارض والمشتري والكلام ده، وكان في اسامي غريبه زي برايموس، زي افينوتان. كان في اسماء كواكب غريبه شويه. ده كله كوم، وال7 ابواب او زي ما كان مكتوب عليهم
السبع ابواب الخفيه، قوم تاني. السبع ورقات دول اللي هما كانوا ملفوفين دول، كان كل ورقه منهم بتتكلم عن شيطان شكل. يعني مثلا اول ورقه كانت بتتكلم عن حاجه اسمها جن الشمعة، كان طقوس تحضيره والعهد بتاعه والكلام ده. يعني كان بيقولك انك تاخد شمعة تطلع في مكان فاضي وتولعها، وكل يوم تولعها وتقرا عليها العهد كامل مع صيامك عن الاكل كله، واكل بعض الحاجات البسيطه زي النواشف زي الزبيب ودقيق الذره والكلام ده. حاجات بسيطه جدا يعني. بتعيش على كده 7 ايام في خلوه في مكان بعيد عن البشر، وكل يوم بتولع الشمعة وتقرا عليها العهد، لحد ما في اليوم السابع بيطلع دخان كثيف جدا من الشمعة بيغطي المكان كله، وبيتكون جوه الدخان ده وش الشيطان، وبيبدأ ان هو يعرض عليك الشروط او طرق اخذ العهد. طبعا اخذ العهد بالكفر وبالالحاد، وطبعا شوية طلبات تانية يعني اكثر من بعض كلها. بعد ما بتنفذ له طلباته بيبدأ ان هو يحقق لك اللي انت عايزه، وفي نطاق محدود كمان. اما الورقة التانية كان بتتكلم عن شيطان تاني اللي هو سباع الإجابة. كان بيقولك إن الشيطان ده لو حضرته بيقدر يعرف الماضي والحاضر، بس ما يقدرش يعرف المستقبل. هو بيدعي ويستنتج المستقبل، لكن قبل ما يقولهولك بيقولك إن هو ليس مطلع على المستقبل. وكان في وصف دقيق لأشكالهم وطرق تحضيرهم والكلام ده، وورقة ورا التانية ورا التالتة، لحد ما وصلت للباب الرابع اللي كان بيتكلم عن شيطان اسمه زعزوع جن المقابر. وكان وظيفة الشيطان ده انك بتستعين بيه في حاجات غريبة شوية، يعني زي مثلا الربط والتسخير والتحجيم وحاجات غريبة كده كتير. بعيدا عن الدخول في تفاصيل، كان شروط تحضير الشيطان ده انك بتجيب خشبة او اي لوح وبتثبته على الارض وبتلسم عليه طلسم معين زي اللي احنا شفنا في المقابر. والقبض قلبي بجد بقى انك حرفيا لازم بعد ما بتقرا العهد مرة واتنين وتلاتة بيظهر لك صندوق. اول ما الصندوق ده بيظهر بتقلع حرفيا بلبوص كما ولدتك امك، وبتنام وتاخد الصندوق ده في حضنك وتنام جوه المقابر. ولما تصحى وتفتح الصندوق هتلاقي في طفل صغير جوه الصندوق. الطفل ده هو زعزوع جن المقابر. تجيب ورقة تكتب فيها الحاجة او الحجة بتاعتك اللي انت حضرت بيها، وتكتب فيها كل طلباتك وتحطها في قلب الصندوق وتقفله. واول ما تقفل الصندوق، طبعا بعد تحقيق العهد والشروط والكفر وكل الحاجات دي، بيظهر لك شيطان ضخم جدا بياخد الصندوق وبيختفي بعد ما تقدم له العهد والولاء. وبعد فترة بتبدأ اللي انت كتبته يعني يتحقق، وطبعا ده كله بإرادة ربنا طبعا أولا وآخرا يعني. بس الاستعانة يعني نوع من أنواع الكفر الصريح، ده غير اللي انت بتقدمه له. وانا هنا كنت أدركت الراجل ده بيعمل ايه. والفصل الخامس والسادس والسابع كان بيتكلم برضو عن شياطين وطرق تحضيرهم. خلينا بس في الفصل الرابع بتاع زعزوع جن المقابر. لما انا قريت البتاع ويعني تخيلت وفهمت ان الراجل ده كان هيعمل كده دلوقتي، وتخيلت كلام عبد الرحمن وهو بيقول لي ما تروحلوش دلوقتي وخلينا واقفين واهرب وبتاع، وكنت متخيل ان انا لو اتاخرت شويه هشوف الراجل ده وهو بلبوص. يعني كنت حرفيا يعني انا تخيلت الموقف بس يعني هرجع خلاص. فكلمت عبد الرحمن، صورت الورقه دي وكلمت عبد الرحمن وبهزار كده وضحك، وبقول له يا اسطى وكنت عايزنا نقف نتفرج من بعيد، احمد ربنا ان انا جريت عليه. شفت الراجل كان عايز يعمل ايه. بس اللي صدمني حرفيا هو رد عبد الرحمن عليا اما قال لي يا ابني انت بعت لي ورقه فاضيه. انا استغربت، بصيت في الورقه انا شايف الكلام، قلت هو بيستعبط عليا. صورت الورقه تاني وبعتها له، قال لي برضه فاضي. فاستغربت، انا فكرته بيسيع عليا في الاول وبيهزر، فايه ما حطيتش في بالي. وانا لسه قاعد على المكتب زي ما انا بكلم عبد الرحمن وماسك الورق، فوالدتي دخلت عليا لقيتها تقول لي انت جيت امتى؟ انت مش قلت انت هتبات عند صاحبك؟ فقلت لها لا تعبت الصبح وجيت شويه. قالت لي انت هنا من الصبح؟ قلت لها هنا من 6 الصبح. فقالت لي اه وبتعمل ايه بقى وايه الورق ده؟ قلت لها ما فيش، ده شويه ورق كده بقراه. حاجات ايه يا ابني انت عبيط؟ انت واقف قدام ورق فاضي وبتقول لي حاجات بتقراها؟ ربنا يهديك يا ابني. وقامت سايباني وطالعه بره. انا برضو يعني كلام عبد الرحمن، طب عبد الرحمن ممكن يكون بيشتغلني واتفقنا، طب والدتي هي كمان مش شايفه الورق. حطيتش في بالي وقلت ايه يا عمي انا فاصل اصلا وتعبان وهتلاقيني بيتهيألي ولا الورق فاضي فعلا وانا اللي بيتهيألي ولا ايه. فقمت قافل الكتاب والورق ونمت. واول ما نمت حلمت بحلم غريب قوي. حلمت ان انا في ارض واسعه قوي،
قدامي ناس كتير واقفه طابور، كل الطابور كله ستات مفيهوش رجاله خالص. هي امهات يا اما حوامل يا اما ستات وماسكه اطفال في ايديها، وقاعدين حرفيا بيبكوا لدرجه ما اقدرش اوصفها. صوت البكاء والنواح والزعيق والصويت كان حرفيا يخوف، يقبض القلب اصلا. انا فين وايه المكان ده؟ انا كنت جوه الحلم، انا مدرك ان انا بحلم، انا فاهم ان انا بحلم وعارف ان ده حلم، بس انا حرفيا انا مشلول، انا مسير. ده غير ان كان في كائنات كتيره قوي شكلها غريب، كائنات رفيعه جدا لدرجه ان عظمها باين، واشكالها يعني غريبه جدا، هي مش بشريه باي شكل من الاشكال. اشكالها تحس ان هي مشوهه او جلدها سايح كده ومسلوخ، وفي منهم اللي هم طوال جدا لدرجه انك مش عينك مش جايبه راسهم، وفي منهم اللي قصيرين قوي، في منهم اللي حجمهم متوسط. اشكالهم غريبه، وكانوا واقفين قدام حفره كبيره جدا، وكل لما ست من الستات دي تقدم كائن من الكائنات دي، لو معاها طفل صغير ياخد طفل منها ويقوم ملقنه كلام، بعد ما يقوله يقوم راميه في قلب الحفره. والام تقعد تعيط وتبكي، يقوم واخدينها ورامينها في جنب. وتيجي اللي بعدها تدخل، لو حامل بيفضلوا يضربوا فيها لحد ما الطفل يقع او ينزل او تولد بمعنى اصح، وياخدوا الطفل منها ويقعدوا يقولوا في ودنه كلام، بعد كده بيرموه في قلب الحفره. وانا كنت واقف في وسط الطابور ده، وانا حرفيا كان قلبي بيدق بطريقه غبيه. بس الغريب ان انا كنت في الحلم، يعني قلبي بيدق وفي رهبه، بس انا مش خايف، انا حاسس ان الموضوع طبيعي او ان انا متعود على كده. مش فاهم كان ايه اللي محسسني بالاحساس ده، بس لما بصيت جنبي كان في جنبي كائن عملاق، غير شكل الكائنات اللي حواليا، هو ما كانش رفيع قوي كده، كان ضخم. الغريبه ان الكائن اللي جنبي ده على قد ضخامته وعلى قد هيبته، على قد ما انا باصص له وحاسس ان انا عارفه، هو مش بني ادم، هو مش بشري يعني، هو كائن اقرب للشيطان، بس انا مش خايف منه، بل بالعكس انا حاسس ان انا بحبه، حاسس ان انا حابب الشخص ده، حاسس ان انا ليا ذكريات معاه، انا فاكر ذكريات مع الشخص ده. غريب يعني، حاجه غريبه تمام، بس انا مش خايف منه، انا مش هايبه، انا بالعكس انا حاسس ان انا عارفه وفي ذكريات تربطني بيه، بس الذكريات انا مش واضحه، هو اشخاص طشاش كده، ويعني ذكريات ليا انا فاكرها وانا في اوضتي ومع اهلي، والكائن ده كان موجود معانا. كنت في الحلم مش مدرك ادراك كامل طبعا، بس هو كان قاعد جنبي وكان باصص لي وبيضحك، وانا بصيت له وابتسمت وبصيت قدامي. وكان اخر الطابور ده بعد الحفره دي كمان كان في زي عرش من ذهب، حرفيا منصه كده زي الستيج كده، بس كلها ذهب، وعليها كرسي زي كرسي العرش من ذهب برضه، وواقف جنب الكرسي ده اتنين من الكائنات الطويله المعضمه دي. لقيته باص قدامه بلكنه غريبه وبيقول: افسح الطريق على نزام. واول ما نطق اسمه اصلا انا لقيت كل اللي حواليا وكل الناس دي كلها بتفتح الطريق وبتسيب لي مجال ان انا اعدي انا وهو. لقيته ماسك ايدي وبدا ان هو يمشي وانا ماشي وراه، حرفيا كان الناس كلها خايفه منه، مين ده عشان كل دول يهبوه. وشالني وبدات ان انا اطلع على المنصه دي، ولقيته بيشاور لي ان انا اقعد على العرش. بس اول ما قعدت انا لقيت حرفيا الناس دي كلها عماله ننزل على ركابها، وزي ما تقول في مشهد ان هما يعني استغفر الله زي ما يكونوا بيركعوا لي او بيركعوا الكائن اللي كان معايا. انا مش فاهم، ما كنتش مدرك ساعتها قوي الا وهو بيبص لي وبيبتسم، لسه كان هينطق يقول حاجه، وقبل ما يقولها لقيت عيني فتحت على صوت قرآن الجمعه. قمت زي حرفيا المجنون، اخد نفسي، ابص على الكتب الورق، الم الدنيا، اشوف ايه اللي حصل لي. كنت خايف، قمت غسلت وشي وخدت دش حرفيا لاني كنت سايح في عرقي، كان حرفيا جسمي ده بيتعصر من العرق. قمت غسلت وشي واستحميت واتوضيت ونزلت صليت الجمعه في الجامع. طلعت من صلاه الجمعه على بيتنا وانا حرفيا كان في مخي الف حاجه، كان قلبي اطمن شويه بسبب ان انا صليت، يعني ده معناه ان انا مش مسحور او ملبوس بسبب الكتاب اللي انا قريته، طالما صليت فتمام الامور يعني في اللذيذ. طلعت مسكت الكتاب تاني من الاول وقعدت افر فيه واحده اتنين، بس لما مسكت الكتاب من الاول انا خدت بالي من حاجه، خدت بالي من اسم الكاتب اللي كان احمد بن علي البوني. وخلاص انا كنت عارف ان ده كتاب شمس المعارف، وانا كان عندي معلومات كتير عن الكتاب ده. من المعلومات دي وعلى عكس اللي الناس فاهماه، يعني كتاب شمس المعارف كتاب سحر. كتاب شمس المعارف مش كتاب سحر اصلا، كتاب شمس المعارف هو كتاب تعليم، ومش تعليم لاي حد. الكتاب ده معمول ان هو يفهمك اسرار الارقام، اسرار الحروف، الروابط اللي بينهم، صلاتهم بالكواكب،
صلاتهم بالفلك بالروحانيات، وبيخاطب فئة معينة اللي هي الفئة الفاهمة، اللي هي الفئة اللي فاهمة ده بيتقال ايه. بيعلمك ازاي مش تقرا طلسم، لا ازاي تكون اصلا طلسم من العدم، ازاي تجيب شيطان حر وتربطه وترميله طلسم وتخلي الطلسم ده ولا طلسم تحضيره وتخليه خادم للطلسم ده. يعني هو اخطر من انه يكون كتاب سحر بملايين المرات. ومش زي ما حد يقول لك بدل انا جبت كتاب شمس المعارف واتسحرت واتلعنت، مش الكلام ده. هو بيعلمك، ومش بيعلمك انت كمان، هو بيخاطب الفئة الفاهمة او السحرة، بيرقيه من ساحر يعني لحاجة تانية، يعني اقوى واعظم بالنسبة لعالمهم يعني. وبيفهمك الايام والاوقات المناسبة لتحضير كل ملك من الملوك، واسماء الملوك واسماء اعوانهم ووزرائهم واولادهم والاسماء القبائل واسماء الكلام ده كله. في بقى النسخ اللي اتقال لك انا اتأذيت من الكتاب ده، في حاجة اسمها النسخ المحرفة اللي بتبقى ممكن تلاقيها في مكتبة او مكتبتين. ومع العلم النسخة المحرفة هي مش نسخة ملهاش لازمة او زينة او زي ما احنا فاكرين. يعني كان في واحد اسمه عبد الرحمن الحسيني. عبد الرحمن الحسيني ده واحد اصلا زود على الكتاب 8 فصول ونزله طبعة جديدة بورق اصفر ونزله السوق، والكتاب اتباع على اساس ان هو شمس المعارف النسخة الاصلية. النسخة الاصلية 6000 وشوية، يعني نسخة كبيرة جدا. اما النسخة المحرفة هي 600-700 صفحة. النسخة المحرفة هي ممكن تكون على البني ادم العادي هي اخطر من النسخة الاصلية. يعني مثلا واحد كساحر هيجيب مثلا كتاب يكتب فيه طلاسم لعن وتحضير وتسخير وربط وطلاسم زي الخرا في كتاب، بحيث ان اللي يقرا الطلاسم دي يتأذي وأذى شديد جدا وأذى رخم قوي، ويطبعوا على انه شمس المعارف وينزلوا السوق لمكتبة ضلالية او ناس ما عندهاش ضمير ويبيعوا. فالنسخة المحرفة هي نسخة كتبها ساحر لأذى الشخص، سواء بقى كتقديم قربان او سواء كشرط من شروط الشيطان اللي هو كان عايز يوصل له، او تقربا من ابليس، او بقالي 1000 وجه مصلحة للسحر ده. برضه مش فاهم مين طيب اللي كان معايا في الحلم، او حلمت الحلم ده ازاي. حتى الشيطان اللي كان معايا في الحلم مش شبه اي شيطان مكتوب في اي فصل من الثلاثة. ولما قعدت اقرا اكتر عن الابواب السبعة، او زي ما فهمت ان هي اسمها الابواب الخفية او 7 ابواب الخفية، هما 7 ابواب ما بيبقوا مرفقين بكتاب شمس المعارف، مش في الكتاب نفسه بس بيتجابوا يعني، او مكتوب متاخدين من النسخة الاصلية اللي موجودة في الفاتيكان او في العوالم والعوارف اللي موجودة في بريطانيا. وفي نسخة تانية بيقولوا ان اتدفنت مع صاحبها. وفي نسخ طبعا اتسرقت واتاخدت لناس معينة بهدف معين، او زي ما بيقولوا ان الكتاب اللي بيختار صاحبه. واسم الكتاب اصلا هو دليل على كلامي، لان هو شمس المعارف، وكلمة معارف هي جاية من العرافة او فن العرافة زمان. العرافة هو معلومات عن شيء معين بغض النظر، يعني بيقول لك السحر والشعوذة وفن العرافة. فن العرافة هو فن اللم او المعرفة بشيء معين لدرجة عميقة شوية. فشمس المعارف هو لم علم، يعني لو وقع فيه حد يعني مصيبة زرقاء. واللي عرفته بقى ان ال7 ابواب اللي كانوا معايا او ال7 ورقات اللي فهمت ان هم اسمهم ال7 ابواب الخفية، هم حاجة تانية اصلا بعيدا عن كتاب شمس المعارف. ورق نادر جدا وصعب انك تلاقيه. والاغرب بقى اللي انا قريته ان الورق ده فيه 3 طرق عشان تقراه، او عشان تقدر تشوف الكلام اللي مكتوب فيه اصلا. وده اللي فسر لي ازاي صاحبي شاف ورق ابيض، وازاي والدتي قالت لي انت بتقرا في ورق ابيض. اول شرط او انك تكون عملت العزيمة كاملة، او في طلسم معين او حاجة معينة او قربان بيتقدم حاجة زي كده، يعني زي طقوس عشان الورق ده يبدأ ان هو يعرض كلامه قدامك. اما الطريقة التانية انك تكون زهري او من الظواهر، اللي هو الناس اللي عندها مميزات زي احمد بن علي البني نفسه اللي كان من اصحاب الخطوة، يقال ان هو كان من اصحاب الخطوة. اما التالتة انك تكون من ذوي الدم الطاهر، انك يكون دمك طاهر. البشر بطبعهم دمهم نجس، فمن ذوي الدم الطاهر هم بيبقى ناس يعني حجابها خفيف شوية. وكان مكتوب ان كان في طريقة رابعة بس انا يعني ما فهمتهاش، او يعني ما كانش مكتوب عنها تفاصيل كتير. انا كان مخي هينفجر، كنت تايه حرفيا لدرجة يعني انا ما توتهاش قبل كده. ازاي ده كله حصل؟ ده كله حصل بسبب ايه وامتى؟ انا برضو انا لحد دلوقتي انا لسه مش فاهم مين نزعم اللي جالي في الحلم، وليه بقى موكل بيا انا بالذات، ليه انا حاسه ان هو قريب مني، ليه ده كله؟ انا مش فاهم حاجه لحد دلوقتي. الكتاب برضو ازاي وقع في ايدي او
بيقال ان الكتاب بيختار صاحبه. طب انا اللي لقيت الكتاب، طب ده معناه ايه؟ والسبعة ابواب انا شايفهم ازاي؟ ما هو انا مش حاجه من التلاته دول، انا ولا من الظواهر ولا من اصحاب الدم الطاهر ولا عملت طلاسم ولا الكلام ده. طب ايه هي الحاله الرابعه؟ انا كنت تايه جدا، كنت شاكك في كل حاجه، كنت شاكك ان ده كله يطلع حلم، كنت شاكك ان انا في وهم. بس الحاجه الوحيده اللي انا كنت متاكد منها ان خلينا دلوقتي تعمل لايك وشير وتشترك وتستناني في الجزء التاني، لان قصتنا لسه ما خلصتش، وتنزل تكتب استنتاجك في الكومنت ايه اللي هيحصل. انا عارف ان في عقول راقيه وعقول عميقه جدا بالتباني، واكيد هي استنتجت وعرفت اللي هيحصل. فانزل اكتب انت متوقع ايه اللي هيحصل تحت، والكومنت اللي هيتوقع صح او توقعه هيبقى ادق حاجه او اقرب حاجه هطلعه معايا الفيديو الجاي. وبس يا معلم، زي ما عودتك ان اللي بيتحكي هنا هو فوق قدرات العقل البشري.